اول ما اتفقوا كده عليا ودخلوا عليا هما الاتنين وقالوا لي عايزين نجربه ونشتريه، راحت الحماسه واخداني وقلت لهم خلاص معاكم الرقم، واتصلوا سالوا عليه، اتصلوا بسرعه جري وقالوا لي على سعره، وانا بصوا اتصدمت، قلت لهم لا 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 لا، اصبروا بس عليا نص ساعه وهخرج لكم اللي انتوا عايزينه كله من مطعمي المتواضع. واللي عملته ولا كان على البال بجد ولا على الخاطر، بجد النتيجه كانت صدمه بالنسبه لي وبالنسبه لهم. تعالوا كده نسمي بسم الله ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام ونشوف عملنا ايه. في طاسه كده على النار نزلت بمعلقه كبيره من الزيت، وكمان كان عندي كده حتتين كده من اللية، رحت حطاهم ومقطعاهم صغير، لو ما عندكيش اللية تقدري تشيليها. وهنا بقى جبت نص كيلو من صدور الفراخ مقطعاه كده شاورما ومتبلاه بتوابل وبهارات الشاورما، هكتبها لكم تحت، وسبتها بقى على النار علشان تستوي معانا. بعد كده ابتديت اجيب طاسه كده صغيره، حطيت فيها معلقه صغيره من النشا ونص كوبايه بس من الميه، وابتديت اقلبهم كده علشان يبتدوا ان هم يستووا مع بعض بالشكل ده. اول بقى ما تبتدي كده تعمل فقاعات كده معانا وتبتدي ان هي تستوي، ابتدي اطفي عليها النار واخدها كده على جنب، وده اسهل واسرع توميه هتعملوها من غير بقى تعقيد وكلاكيع كتير، على فكره اقتصاديه جدا، ولا زيت بقى كتير ولا لبن ولا اي حاجه. هنا بقى وهي كده زي ما قلنا سخنه، هبتدي انزل بمعلقه كبيره من المايونيز بالشكل ده، وابتدي ان انا اقلبها كويس، وابتدي ان انا ادوبها كويس جدا مع النشا ومع الميه. هبتدي انزل عليها كده بفصين من الثوم المفرومين ناعم، وكمان عصير ليمون، وكمان نص معلقه صغيره من الخل، وهحط كمان عليها شويه بقى كده من الملح، وابتدي بقى اقلب كده الشكل ده كده بسرعه علشان المكونات كلها تتجانس كده مع بعض، هيديني بقى قوام حلو جدا لصوص التوميه بتاعنا. وبكده نكون خلصنا احلى واسرع توميه، مش لازم تبرد ومش لازم زيت ومش لازم حاجات تعقيدات كتيره. بصوا الصوص خطير بقى، هنا دقته علشان اظبط الملح ولقيته حلو جدا. ويلا بينا بقى نحضر للكفر الخارجي للوصفه بتاعتنا النهارده. هنا بقى نزلت ببيضه وحطيت عليها نص كوبايه كده من اللبن، وابتديت احط عليها شويه من الملح والفلفل الاسود. هنا كنت جايبه الخلطه دي من عند العطار، بتبقى حلوه جدا، مخصوصه طبعا للحاجات اللي هي بتبقى مقرمشه اللي احنا طبعا بنقليها. ابتديت بقى دلوقتي اجيب كده العيش السوري، ودي طريقه سهله جدا علشان نعمل الساندوتش اللي بصوا الولاد كلها هتتجنن عليه الايام دي. طبقته كده اتنين وحطيت عليه جبنه كده موتزاريلا، وابتديت احط عليه الشاورما بعد ما استوت معانا، وكمان حطيت عليه صوص التوميه. تقدري بقى تضيفي اي اضافات، ممكن تحطي بطاطس كمان محمره او خيار مخلل زي ما انتوا حابين. ببتدي بقى ان انا احط كده زي ما انتوا شايفين التوميه وكمان الشاورما، وبحط بقى الجبنه الموتزاريلا، وزي ما انت حابه تقدري بقى تزودي في الساندوتش بتاعك، وابتدي اقفله كده من الجناب، وابتدي اعمله كده رول زي ما حضراتكم شايفين. حاجه كده سهله وبسيطه وطعمها بجد خطير جدا جدا. عايزه اقول لكم ان هم اتصلوا وسالوا على الساندوتش ده لقوه ب 100 جنيه في المطعم. فطبعا انا بصوا عايزه اقول لكم ب 200 جنيه عملت 6 سندوتشات من السندوتش ده، وعايزه اقول لكم طلع طعمه بجد خطير خطير بجد يعني. هنا بقى نزلتها في البيض واللبن زي ما انتم شايفين، بعد طبعا ما بلفه، وببتدي احطه بقى في الطبقه اللي هي الكريسبي دي بالشكل ده كده. بحطها بقى وببتدي، خلوا بالكم لان العيش بيبقى طري، مجرد ما بنحطه في البيض واللبن بنطلعه على طول، ما تسيبوهوش علشان ما يبتديش ان هو العيش يطرى قوي معاكي ويتقطع مننا. بصوا بقى ده كان اخر واحد كده بعمله، بصوا شكله خطير، الطبقه دي كريسبي وهتبقى خطيره طبعا. وهنا بقى كنت خلصت كده الكميه كلها في طاسه على النار، ببتدي اكون حاطه فيها زيت، الزيت بيسخن معانا، ببتدي انزل بيه علشان اقليه بالشكل ده بقى. وعايزه اقول لكم بياخد لون حلو ذهبي جميل كده، وابتدي ان انا اطلعه. حد هيقول لي هيبقى شارب زيت، لا يا جماعه ما بيبقاش شارب زيت زي ما طبعا بنجيبه من بره، بيبقى حلو كاني قلي حاجه في الزيت، وبسيبه كمان ممكن يتصفى شويه. وابتدي بقى بصوا بقى سامعين القرمشه، والله يا جماعه بجد كريسبي وخطير. انا هنا كمان نسيت احط حاجه، عايزه اقول لكم نسيت احط في طبقه الكريسبي ان انا احط فيها سمسم وحبه البركه، عشان يبقى بالظبط زي الشمروخ اللي الناس بجد يعني عاملاه ترند الايام دي، وناس كتيره جابته وبتقول اصلا ما بيبقاش حلو والكميه فيه بتبقى قليله. وفي ناس طبعا مع احترامي لناس تانية كتير قالت ان هو لا بيبقى حلو وبيبقى فيه كميات كبيره، الله اعلم. احنا بقى عملناه في البيت بطريقه سهله وبسيطه، وسامعين بصوا القرمشه كريسبي بقى وتحفه. وكفايه ان انا ضامنه لاولادي انا عامله لهم ايه بايديا، وكمان طبعا محافظه على نظافه الحاجه، بجد خطير. تعالوا بقى هنا دلوقتي كده جاءت اللحظه الحاسمه اللي بجد قلبي الصغير انا نفسي لا يتحمل. بصوا بقى جيت كده فتحته كده من النص، خطير يا جماعه، وطعمه بقى مقرمش، والجبنه يعني خلاص الساندوتش ده يعني اللذاذه والابداع بجد فيه. السهل الممتنع، سهل جدا وطعمه بجد حلو قوي
وهم بقى اتفاجئوا طبعا ان انا طلعت لهم الكميه دي كلها، مع كمان الطعم اللي هم كانوا هيتجننوا عليه. قالوا لي بس احنا خلاص مش عايزين حاجه تاني. بألف انا وشفا. هنا بقى جت رئيسه لجنه التحكيم عشان تقيم الموضوع يعني سما، فعايزه اقول لكم يعني فتحته كده وقعدت تقول لي تحفه. وطبعا انتوا سامعين القرمشه كمان عجبها قوي قوي. وبصوا يعني انا قلت لها دوقي بس، فيعني كملت السندوتش الحمد لله. بألف انا وشفا، بجد تحفة جدا، جربوها يعجبكم ان شاء الله. كنت معاكم مية امين، واستنوني في وصفات تانية جاية كتير.